السلام عليكم. اليوم إن شاء الله حناخد الدرس الثاني، طرق التعبير عن المجموعة. كيف نعبر عن المجموعة، كيف نكتب عناصر المجموعة. فعندنا 3 طرق للتعبير عن المجموعة. الطريقة الأولى طريقة رصد العناصر. الطريقة الثانية طريقة الصفة المميزة أو المتغير. الطريقة الثالثة اللي هي أشكال فين. تمام؟ فهنعرف كيف ناخد كل طريقة ونستخدم كل طريقة، وهناخدهم إن شاء الله بصورة مفصلة. ناخد طريقة اليوم، هناخد أولا طريقة رصد العناصر. طيب، طريقة رصد العناصر عندها شوية شروط المفروض نركز فيها عشان نقدر نكتب بطريقة صحيحة. طيب، أهم شيء إنه نعبر عن المجموعة، برصد جميع عناصرها، يعني نكتب جميع عناصرها. كويس؟ طيب، العناصر دي كلها نكتبها في شنو؟ نكتبها داخل قوسين، والقوسين عندهم شرط. ما أي قوسين عندهم شكل معين. طيب، كيف بنكتب أقواس المجموعة؟ دي شكل أقواس المجموعة، يعني ما تكتبوا قوس زي كده، لا دي غلط، ولا نكتب قوس كده، دي ما أقواس مجموعة خالص. أقواس المجموعة هي هذه اللي عندنا دي. كويس؟ طيب، والشيء الثاني المهم إنه نضع فاصلة بين كل عنصر والآخر، بين كل عنصر والآخر. طيب، كيف شكل الفاصلة دي؟ شكل الفاصلة عامل كده، يعني إذا كانت دي المجموعة بتاعتنا، هنا في عنصر فاصلة عنصر فاصلة ونقفل قوس المجموعة كده. ده الشكل الصحيح لكتابة المجموعة برصد العناصر. طيب، بعدها عندنا برضو من الحاجات المهمة، يعني دي لازم نركز فيها، لا يشترط، ما في شرط، يعني ما شرط بالنسبة لنا ترتيب العناصر. لا يشترط ترتيب العناصر، عادي نكتب العناصر من غير ترتيب، ما فيها مشكلة. وطيب، بعدها برضو لا يكرر، بعدها لا يكرر العنصر، يكرر العنصر الواحد أكثر من مرة. كلها مع الأمثلة هنعرف كيف الحاجات دي وكيف نقدر نطبقها. يعني مثلا إذا تكررت عندنا 3 مرتين، هل في طريقة رصد العناصر هكتب 3 مرتين؟ لا، اكتبها مرة واحدة. فلا يسمح بالتكرار، في طريقة رصد العناصر. طيب، هناخد الأمثلة اللي عندنا هنا دي عشان نوضح وتوضح لنا الصورة أكتر. طيب، خليكم معاي مركزين عشان نبدأ بالمثال 1، واللي هو قال لي مجموعة الأعداد الزوجية بين 3 و11. طيب، تعالوا نشوف الأعداد الزوجية الموجودة بين 3 و11. أول عدد زوجي بعد 3 اللي هو 4، وبعدها عندنا 6 8 10. دي الأعداد الزوجية الموجودة بين 3 و11. طيب، كيف هأكتبها في شكل المجموعة؟ طيب، نجي نبدأ نحل من هنا ونعمل 1. قلنا أول شرط في كتابة المجموعة نفتح قوس المجموعة ونجي نكتب العناصر. 4 العنصر الأول، بعدها فاصلة، العنصر الثاني 6 فاصلة، 8 فاصلة، 10، وخلاص انتهت العناصر. يبقى نقفل قوس المجموعة كده، كتبنا مجموعتنا بطريقة صحيحة. طيب، كيف بنقراها المجموعة دي؟ أجي أقول المجموعة التي عناصرها 4 6 8 10، بنقراها بالطريقة دي. تمام؟
طيب نمشي بعدها لرقم 2، مجموعة ألوان علم السودان. طيب ده علم السودان، مجموعة ألوان علم السودان عندنا فيه الأسود والأبيض والأحمر والأخضر. طيب أنا كيف بكتبهم في شكل مجموعة؟ أول شيء أفتح قوس المجموعة وأجي أكتب كل عنصر وبين العنصر والتاني فاصلة. طيب نبدأ بالأحمر، أول شيء أحمر نعمل فاصلة، أبيض زي ما قلنا لا يشترط الترتيب، أبيض أسود وآخر لون ما عملناه اللي هو أخضر. فهنا لا يشترط الترتيب، ممكن يجي أي طالب تاني ويكتب لي أبيض أسود أحمر أخضر، فالترتيب غير مهم، ما مشكلة. طيب نمشي بعدها لرقم 3، مجموعة أحرف كلمة خليل. طيب كلمة خليل تتكون من أي أحرف؟ تتكون من الخاء واللام والياء واللام. طيب نحن قلنا من ضمن شروط كتابة المجموعة برص العناصر لا يسمح بالتكرار. طيب اللام مكتوبة عندنا مرتين، هل حكرر اللام مرتين؟ لا، فحأكتب لام واحدة فيهم، أكتب لام واحدة، يعني ما أكرر أكتب لام، أكتب لام واحدة. فأجي أكتب المجموعة رقم 3 كيف؟ أجي أكتب، أفتح القوس أوكي، وبعدها أجي أكتب أحرف كلمة خليل، الخاء العنصر الأول فاصلة، اللام العنصر الثاني، والياء، وأقفل القوس. ما كتبنا اللام الثانية ليه؟ لأنه لا يسمح بالتكرار في رصد العناصر. طيب نمشي بعدها للمجموعة رقم 4، مجموعة مضاعفات العدد 4 الموجودة بين 15 و35. طيب أول شيء قلنا نعمل شنو؟ نفتح قوس المجموعة. طيب مضاعفات العدد 4، أول مضاعف من مضاعفات العدد 4 بعد 15 اللي هو 16، اللي هو 4 ضرب 4 أو 4 في 4 يساوي 16. ده أول مضاعف من مضاعفات 4 اللي هو شنو؟ 16. طيب بعدها تاني أزيد 4 اللي هي 20، بعدها 24، وركزوا إنه أنا بعمل فاصلة بين كل عنصر والتاني، بعدها 28، بعدها 32، وأجيب لحد 32 وخلاص، لأنه 32 المضاعف اللي بعدها اللي هو 36، وال36 يعني موجود بعد 35، فهل ينفع أكتبه؟ لا ما بكتبه. هو قال لي المضاعفات الموجودة بين 15 وال35، يعني أكبر من 15 وأقل من 35. خلاص خلصنا العناصر ورصدناها كامل كتبناها، نقفل قوس المجموعة. نمشي لآخر مسألة في المثال عندنا، مجموعة أضلاع المربع ألف باء جيم دال. طيب تعالوا نرسم المربع بتاعنا، ده المربع بتاعنا، نرسم المربع حقنا كده، بقى مستطيل ما ينفع. اوكي كده خلاص رسمنا المربع. طيب المربع حقنا ده اسمه ألف باء جيم دال، دي رؤوس المربع. طيب أساسا المربع بيتكون من شنو؟ يتكون من أضلاع. المربع فيه كم ضلع؟ فيه 4 أضلاع، ده الضلع الأول، الضلع الثاني، الضلع الثالث، والضلع الرابع. طيب في الحالة دي أنا طيب عاوزة أكتب أضلاع المربع. المربع ده يتكون من الضلع ألف باء. طيب كيف بكتب ألف باء؟ أنا أكتب ألف باء كده وأعمل من فوق له خط، والخط ده يعني إنه ده ضلع، ويتكون من الضلع باء جيم، باء جيم كمان نفس الشيء، ويتكون من دال جيم، وآخر شيء الضلع الرابع اللي هو دال ألف. يبقى عناصر أضلاع المربع، نجي نفتح القوس، قوس المجموعة، ونجي نكتب عناصرنا. العنصر الأول قلنا ألف باء، نفتح فوق نعمل الشرط الفوق، تاني باء جيم، بعدها فاصلة،
جيم دال فاصلة دال ألف، وأقفل قوس المجموعة، وكده عملنا عناصرنا كلها بالطريقة الصحيحة. خلاص تمام، وضحت؟ طيب نجي نشوف دي أنا كلها بقت عندي مجموعات، لكن المجموعات اللي عندي دي أنا لازم أسميها وأديها أسامي. يعني أنا ما ممكن أكتب المجموعة من غير اسم، يعني أي زول عنده اسم، فأكيد المجموعة من باب أولى إنه يكون عندها اسم، صح ولا ما صح؟ طيب يرمز للمجموعات دايما، المجموعات دايما بنرمز لها بأحرف مكبرة. بأحرف شنو؟ مكبرة. يعني شنو أحرف مكبرة؟ بأحرف مكبرة مع ذيل. طيب كيف الحاجة دي؟ يعني مثلا عاوزين نسمي المجموعة الفوق دي سين، لكن لما أجي أسميها سين ما بكتبها بالطريقة دي، لا، نكتبها كده سين وأعمل لها ذيل كده. طيب تاني مثلا نقول زي شنو قلنا؟ مثلا سين. طيب عاوزة أسميها صاد، أجي أقوم أعمل حرف الصاد وكمان أعمل لها ذيل. عاوزة أسميها مثلا عين، أعمل عين ذيل من تحت. طيب عاوزة أسميها كاف، شايفين عملتوا الذيل وين؟ طيب مثلا عاوزة أسميها لام، فلازم كل حرف من حروف المجموعة، اسم المجموعة لازم يكون بحرف مكبر معاه ذيل. طيب عناصر المجموعة، إذا كان مثلا عندنا مجموعة عناصرها سين صاد عين كاف، طيب كيف بنكتب الحاجة دي؟ في فرق بين العنصر وفرق بين اسم المجموعة. العنصر عادي يرمز له بالحروف العادية، بالحروف العادية. يعني شنو؟ حرف غير مكبر، حرف عادي بالحروف العادية. مثلا أقول سين، أقول صاد عادي، أقول عين، أقول واو. المهم إنه تكون حروف عادية صغيرة ما مكبرة ما فيها ذيل. إن شاء الله تكونوا لحد هنا أنتوا فاهمين معاي واضح بالنسبة لكم الدرس. طيب نمشي للجزء اللي بعده واللي هو الأمثلة اللي عندنا. طيب المثال بيقول إذا كان السين مجموعة الأعداد الزوجية الموجودة بين 3 و13. طيب أول شيء نركز إنه هو قال لي سين وعمل لي عليها ذيل، سين عليها ذيل معناها دي اسم المجموعة طوالي. طيب أجي أقول طوالي، أعمل سين وعليها ذيل، ونحن عاوزين نكتبه برص العناصر. نفتح قوس المجموعة ونجي نشوف مجموعة الأعداد الزوجية الموجودة بين 3 و13. طيب أول عدد زوجي بعد 3 هو 4، بعديه نعمل فاصلة 6 8 10 12. طيب بعد 12 عندنا شنو؟ 14. هل ينفع أكتب 14؟ لا، ما ينفع أكتب 14 لأنه 14 بعد 13. هو قال لي الأعداد الموجودة بين 3 و13. كده خلاص خلصت من المجموعة، أقفل المجموعة خلاص، كده كتبت العناصر بالطريقة الصحيحة. طيب نمشي للسؤال رقم 2. إذا كانت المجموعة صاد، كتب لي المجموعة بذيل معناها هذا اسم المجموعة. إذا كانت المجموعة صاد مجموعة الاتجاهات الرئيسية، فإن نقوم نكتبها بطريقة الصفة المميزة. أول شيء نكتب رمز المجموعة وافتح القوس وأبدأ أكتب عناصر مجموعة الاتجاهات الرئيسية. الاتجاهات الرئيسية عندنا الشمال فاصلة، بعدها الجنوب فاصلة، الشرق، وآخر شيء عندنا الغرب. كده كتبنا العناصر 4 وبين كل عنصر والتاني فاصلة وقفلنا قوس المجموعة. طيب نمشي بعدها نشوف السؤال 4. السؤال 3 بنرجع عليه وآخر شيء. السؤال 4 قال إذا كانت ها مجموعة أرقام العدد 420,778 فإن، يعني نحن المفروض نكتب مجموعة أرقام العدد ده. طيب العدد ده بيتكون من مجموعة من الأرقام. تعالوا نشوف الأرقام. أول شيء المجموعة اسمها شنو؟ المجموعة اسمها ها، فنحن أول شيء نجي نكتب المجموعة بتاعتنا ها، نجي نقول ها.
شايفين كيف كتبناها؟ تساوي، أفتح قوس المجموعة. طيب العناصر هي شنو؟ العناصر 8. بعد 8 7 تكررت مرتين، معناها حأكتب 7 واحدة، فاصلة 7 لأنه لا يسمح بالتكرار في رصد العناصر. طيب بعدها الصفر، بعدها الاثنين، بعدها الأربعة، وأقفل قوس المجموعة. كده مجموعتنا انتهت. نمشي لآخر شيء واللي هي قبل الأخيرة اللي هي 5، المجموعة 5. إذا كانت لام مجموعة أحرف السودان فإن، طيب المجموعة اسمها شنو؟ لام. شوفوا كتبت لام كيف، وأفتح قوس المجموعة وأجي أحرف كلمة السودان. أحرف كلمة السودان تتكون من الألف، اللام، تاني بعدها السين، شوفوا أنا ما بنسى الفاصلة العشرية، تاني الواو، تاني الدال. طيب بعد الدال عندنا شنو؟ عندنا الألف. هل ينفع أكتب الألف مرة تانية؟ لا ما ينفع، لأنه الألف كتبناه أول شيء، لا يسمح بالتكرار. وآخر حرف عندنا من كلمة السودان اللي هي النون، وأقفل قوس المجموعة. تمام؟ طيب نرجع للسؤال رقم 3. إذا كانت عين مجموعة أشهر السنة الميلادية التي عدد أيامها 31. طيب نحن أول شيء نجي نشوف الأشهر السنة الميلادية، تعالوا نكتبهم مع بعض ونشوف عدد أيامها كم. طيب نجي هنا نقول مجموعة أشهر السنة الميلادية اللي هي أول شيء تبدأ بيناير، فبراير، مارس، إبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، وآخر شهر عندنا اللي هو ديسمبر. طيب يلا تعالوا نشوف أحرف السنة الميلادية، عدد أيام السنة الميلادية. نبدأ أول حاجة بشهر يناير واللي هو فيه 31 يوم، فبراير بيكون 28 يوم أو 29 يوم، مارس اللي هو بيكون عندي 31 يوم، مارس عندي 31 يوم، أبريل عندي 30 يوم، مايو 31، يوليو 30، يوليو 31، أغسطس 31، سبتمبر 30 يوم، أكتوبر 31 يوم، نوفمبر 30 يوم، وديسمبر آخر شهر عندنا فيه 31 يوم. طيب السؤال قال لي شنو؟ السؤال قال لي مجموعة أشهر السنة الميلادية التي عدد أيامها 31 يوم. طيب نيجي نشوف الشهور اللي عندنا فيها 31 يوم. أي شهور اللي عندنا فيها 31 يوم؟ أول شيء عندنا يناير، تاني عندنا مارس، عندنا مايو، عندنا يوليو، عندنا أغسطس، عندنا أكتوبر، وعندنا ديسمبر. يبقى عندنا كم شهر في 31 يوم؟ 1 2 3 4 5 6 7 شهور فيها 31 يوم. يلا نجي نكتبهم بطريقة رصد العناصر. أول شيء أكتب اسم المجموعة. المجموعة رمزها عين، نكتب حرف العين، المجموعة معها زيل، ونفتح قوس ونكتب عناصرنا. أول عنصر اللي هو عندنا يناير، بعد فاصلة مارس، فاصلة مايو، فاصلة يوليو، فاصلة أغسطس، فاصلة أكتوبر، فاصلة، وآخر شي ديسمبر. أوكي خلاص كده خلصنا شنو؟ خلصنا من الشهور وخلصنا من المسألة بتاعتنا التمرين. إن شاء الله يكون واضح ولحد هنا تكونوا مستوعبين كويس، عشان نقوم نمشي بعدها للتمرين واللي هو عندنا تمرين 2، ونبدأ نحل تمرين 2 مع بعض. أنا بتمنى إنكم لما يجي مكان التمرين تقفلوا الفيديو وتفتحوا الكتاب وتبدأ تحلوا التمرين براكم، بعدين تجوا تراجعوا إجاباتكم من الفيديو عشان تعرفوا نفسكم هل فهمتوا ولا لا. تمام؟
طيب يلا نبدأ التمرين ونشوف كيف هنحله مع بعض. في التمرين قال لك عبر عن كل مجموعة مما يأتي بطريقة رصد العناصر. طيب المجموعة الأولى مجموعة أيام الأسبوع، واسم المجموعة صاد. يلا نبدأ نحل مع بعض. واحد، المجموعة اسمها شنو؟ صاد. أجي أقول صاد تساوي، خلونا نكتبها بلون مختلف ونجي نشوف. طيب المجموعة صاد تساوي، المجموعة صاد أفتح قوس المجموعة، مجموعة أيام الأسبوع. طيب أيام الأسبوع عندنا 7 أيام، يعني عندي 7 عناصر. أقول السبت فاصلة، الأحد فاصلة، الاثنين فاصلة، الثلاثاء فاصلة، الأربعاء فاصلة، الخميس، وآخر شي عندنا ما ننسى الفاصلة الجمعة. أوكي، أطفي القوس المجموعة كده. خلاص خلصنا من المجموعة الأولى. طيب نمشي بعدها للمجموعة الثانية اللي هي قال لي رقم 2 واسم المجموعة لام، وأجي أعمل اللام وأقول اللام تساوي، وأجي أفتح قوس المجموعة قوس المجموعة. طيب السؤال شنو في المجموعة لام؟ مجموعة أحرف كلمة سمسم. طيب سمسم بتكون من شنو؟ من السين ميم، سين ميم. أيوة، السين مكررة مرتين والميم مكررة مرتين. طيب هل بيسمح بالتكرار؟ لا يسمح بالتكرار. معناها السين هنكتبها مرة واحدة والميم نكتبها مرة واحدة ونقفل القوس المجموعة كده. خلاص نمشي لرقم 3 اللي هي قال لي مجموعة عوامل العدد 16 واسم المجموعة ها. نجهز بعدين نجي نعمل. طيب مجموعة عوامل العدد 16 يعني شنو مجموعة عوامل العدد 16؟ يعني عدد أضربه في عدد الناتج يجيني 16. طيب شنو الأعداد اللي ممكن أضربها في بعض تجيني 16؟ أول حاجة ممكن نقول 1 في 16 يساوي 16. طيب تاني عندنا 2 في 8 يساوي 16. طيب جدول 3 ما فيه، جدول 4 فيه. 4 ضرب 4 يساوي 16. 5 ما فيه، 6 ما فيه، 7 ما فيه، و8 يهدي فيه في 2. يبقى خلاص دي عوامل العدد 16. عوامل العدد 16 الواحد وال16، الاثنين والثمانية والأربعة والأربعة. والأربعة الاثنين مكررات فهنكتب بدلهم 4 واحدة. تمام؟ يلا نجي نكتب العناصر. كيف هنا؟ نجي نكتب بالطريقة دي. أقول أول شي العنصر 1 و16، 2 و8 و4 فقط، 4 واحدة فقط. كده خلصنا من المجموعة. نمشي للسؤال رقم 4 اللي هو قال لي رقم 4 مجموعة الدول العربية الإفريقية. نجي للسؤال رقم 4 والدول العربية الموجودة في قارة إفريقيا، والمجموعة اسمها دال، ونفتح قوس المجموعة. يلا شنو عارفين من الدول العربية الإفريقية؟ أكيد عارفين. وأول دولة عربية إفريقية اللي هي عندنا السودان. السودان أول دولة عربية إفريقية طبعا بلدنا. طيب بعد السودان في كمان مصر موجودة في قارة أفريقيا وهي دولة عربية. طيب بعدها عندنا ليبيا دولة أفريقية عربية. تاني بعدها عندنا تونس. تاني عندنا المغرب، الجزائر، وعندنا موريتانيا، وعندنا تاني الصومال، وتاني عندنا فاصلة جيبوتي، وآخر شي عندنا فاصلة جزر القمر. أوكي، دي كلها دول عربية إفريقية موجودة في قارة إفريقيا، وهي في نفس الوقت دول عربية. تمام؟ يلا نمشي للسؤال رقم 5
رقم 5. طيب في السؤال رقم 5 قال لي مجموع أضلاع الخماسي. خماسي يعني شنو؟ خماسي يعني به 5 أضلاع. الخماسي اللي هو فيه الرؤوس ألف باء جيم دال هاء، والمجموعة اسمها كاف. نجي نفتح. طيب قبل ما نجي نعمل نشوف أضلاع الخماسي، تعالوا نرسم الخماسي مع بعض، نرسم شكل الخماسي مع بعض. طيب فيه 5 أضلاع، أوكي. طيب دي كده ضلعين، ده الضلع الثالث، أوكي. كده الضلع الرابع، وآخر شي كده عندنا شنو؟ الضلع الخامس. كده خلاص نحن رسمنا الخماسي. طيب قال لي رؤوسه اللي هي ألف باء جيم دال هاء. طيب نجي نسميه ألف باء جيم دال هاء. تعالوا نشوف أضلاع الخماسي. الخماسي بما إنه هو خماسي يبقى قلنا فيه 5 أضلاع. طيب الضلع أول شي ألف باء، أكتبه كده. وتاني عندنا الضلع باء جيم، باء جيم. وتاني عندنا الضلع جيم دال. وهنا عندنا الضلع اللي هنا ده دال هاء. وعندنا الضلع اللي هنا ده آخر واحد هاء ألف. تمام؟ دي أضلاع الخماسي. نجي بكل بساطة نكتبها بطريقة رصد العناصر، ونجي نعمل هنا نقول يتكون من ألف باء العنصر الأول، العنصر الثاني باء جيم. يلا اكتبوا معاي كلكم وقولوا أثناء ما أنا بشرح انتوا قولوا، أوكي. باء جيم. وتاني عندنا جيم دال فاصل العنصر دال هاء فاصل العنصر هاء ألف. وكده خلاص 5 أضلاع كتبناها بصورة صحيحة. واضح يا جماعة ولا ما واضح؟ طيب عشان نمشي ل6 مجموعة أفراد أسرتك. يلا كل زول فينا يكتب أفراد أسرته والمجموعة اسمها س. كل زول يكتب أفراد أسرته والمجموعة اسمها س. يلا نعمل 6 والمجموعة قلنا اسمها شنو؟ س. وكل زول يكتب أفراد أسرته. نفترض إنه في أسرة فيها محمد قوس سارة قوس عثمان تاني سمر. خلاص دي خلاص ممكن نقول عليها مجموعة أفراد أسرة تتكون من 4 أفراد. خلاص كده خلصنا منها. نمشي للمجموعة السابعة، السؤال 7 واللي هو اسم المجموعة عين. في السؤال 7 قال لي مجموعة أشهر السنة الميلادية التي عدد أيامها 30 يوم. نجي نشوف هنا الأشهر السنة الميلادية الأيام 30 يوم. طيب أول شي عندنا أبريل، وتاني عندنا يونيو، وتاني عندنا سبتمبر، وعندنا آخر شي نوفمبر. نعيدهم مرة تانية، أبريل يونيو سبتمبر نوفمبر. نجي نكتبها هنا، نفتح قوس، نقول أول شهر اللي هو أبريل فاصلة يونيو فاصلة سبتمبر، وآخر شهر اللي هو قلنا شهر شنو؟ شهر نوفمبر. دي كلها أشهر كم عدد أيامها؟ عدد أيامها 30 يوم. وأتمنى إنكم تكونوا فهمتوا والدرس بالنسبة لكم سهل والمعلومة وصلتكم بكل سلاسة.